في ناس كتير مهتمين بالاستثمار والشراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن محتاجين حد يوضح لهم الخطوط العريضة سواء في الاستثمار السكني أو التجاري أو الإداري. وفي عملاء كتير جدا بيكلموني وبيكونوا متلخبطين ومحتارين ما بين مناطق كتير في العاصمة ومش عارفين إيه أكتر منطقة مميزة سواء في الاستثمار السكني أو الإداري أو التجاري، لأننا بنسمع عن مناطق كتير وأحياء كتير جدا في العاصمة الإدارية الجديدة زي حي المستثمرين والR1 والR2 والR3 لغاية الR8، غير حي السفارات والحي المالي والحي الحكومي والحي الوزاري والداون تاون وشريط الأبراج السياحية والCBD والMU7 والMU23 وي. وانت عايز تعرف الخلاصة وأنسب مكان للاستثمار، ما تقلقش أنا هقولك وهخليك مطمن جدا على استثمارك، ولكن ركز جدا معايا في الخطوط العريضة اللي جاية لأن فيها مفاجأة. إن الأهم إن أنا أعرف المناطق، إن أنا أعرف المعايير اللي بناء عليها بنختار. علشان كده هقولك لو حضرتك هتستثمر فلوسك في عقار وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، يبقى أنت محتاج تعرف معلومات واضحة ودقيقة تكون سبب في ربح أكبر عائد من الاستثمار بتاعك. دلوقتي عايزين كلنا ناخد نفس عميق ونحضر المشروب المفضل بتاعنا علشان في معلومات مهمة جدا عايزين نركز فيها. خليكم معانا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. اولا بالنسبه للاستثمار السكني، لما نفكر اننا نمتلك وحده سكنيه في العاصمه الاداريه هنلاقي 3 مناطق مميزه مطروح فيهم سكني. رقم 1 حي المستثمرين، وده الطرح الاول للمستثمرين على بن زايد الجنوبي مباشره على النهر الاخضر، ودي اقرب منطقه للداون تاون والحي المالي والحي الوزاري ومنطقه الCBD والنهر الاخضر، وفيها مجموعه كبيره جدا من الكومباوندز بتحتوي على فيلات، فدي تعتبر كثافة سكانية قليلة. رقم 2 وعندنا الحي السكني السابع على شرق الR7 هتلاقي حي السفارات، وعلى الغرب هتلاقي منطقة الميجا مولز والإكسبو سيتي، ونسبة الإنشاءات فيها عالية. رقم 3 وأخيرا وهو الحي السكني الثامن أو الR8 على مساحة 2500 فدان. آخر منطقة تم طرحها للسكني في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي الR8 أو بتسمى بشيخ زايد العاصمة الإدارية، ونقدر نمتلك فيها وحدة سكنية بأقل سعر لأنها في صفر السهم السعري، وبتتميز المنطقة دي بارتفاع منسوبها وقربها جدا من الإسكان الحدائقي اللي يعتبر فيه 10% قصور و90% لاندسكيب ووتر فيتشرز وفاسيلتيز. تاني حاجة بالنسبة للاستثمار التجاري، لما نفكر نمتلك محل تجاري في العاصمة الإدارية لازم نتبع بعض المعايير علشان نضمن أعلى قيمة مقابل السعر، ومن أهم المعايير هي الشركة وسابقة أعمالها وملاءتها المالية، ولازم اختار في منطقه متخصصه تجاري اللي هم بيطلقوا عليها الديستنيشن، ولازم نختار جوه الديستنيشن دي لوكيشن مميز جدا وليكن على شارع رئيسي او في منطقه فيها ترافيك عالي جدا. بعد كده لما اشوف المشروع لازم اشوف حجم المشروع وايه الفاسيلتيز اللي جوه اللي بتعمل لي عوامل جذب للمنطقه او للمول نفسه، غير الديزاين الخارجي وغير وضع او مكان اليونت داخل الفلور بلان. وهل اليونت دي قدامها مثلا كارفور؟ مثلا احنا كاستشاريين عقاريين بنبقى عارفين وليكن المساحه اللي قدام المحل ده مين اشتراها، وممكن انا اللي اكون مرشحها له بالفعل، وليكن كارفور خد مني المساحه دي ان هو يفتح فيها. فلو حضرتك جيت تشتري مني تقول لي انا عايز اعلى ترافيك، هقول لحضرتك اشتري قدام كارفور او جنب كارفور، او ممكن نختار جنب التويلتس عشان في ناس كتير جدا رايحه وجايه من عند التويلتس، او قدام الاسكليتور او جنب الاليفيتور. كل العوامل دي عوامل جذب مهمه جدا. ده غير في التجاري في حاجه مهمه جدا وهي عرض الواجهه مقارنه بالعمق، فكل ما كان عرض الواجهه اكبر بالنسبه للعمق كل ما ده كان احسن. ده غير معايير تانية كتير هندسيه زي نسب التحميل والكاربت اريا والجروس اريا والنت اريا، وفي نفس الوقت لازم نشوف طريقه البناء، هل هي فلات سلاب ولا نوعها ايه بالظبط، والدكت موجود فين في المحل، وهل انا محتاج الدكت ده ولا هيكون حاجه جرح المحل او خدالي جزء من مساحه المحل على الفاضي. ودي تفاصيل تكنيكال لازم يتعمل على اساسها دراسه جدوى يكون فيها الROI او ريتيرن اون انفستمنت والROA او ريتيرن اون اسيتس، زائد نقطه استرداد راس المال امتى ونقطه التعادل امتى. كل التفاصيل دي بتكون موجوده في دراسه الجدوى، ولازم نحسب بالNPV علشان
علشان اي بيمنت او اي طريقه دفع تختلف مع حضرتك في الفلوس بتبقى قيمتها كام بناء على المعاملات التضخم المتوقعه خلال الفترات اللي جايه. ثالث حاجه بالنسبه للاستثمار الاداري، لما نفكر نمتلك مكتب اداري في العاصمه الاداريه لازم نتبع بعض المعايير علشان نضمن اعلى قيمه مقابل اقل سعر. والمعايير في الاداري بتتلخص في حاجات بسيطه. اولا لازم اشوف الفلور بلان، هل الفلور بلان بتاعتي بيخدم على الاداري بشكل كامل وفيه الفاسيلتيز اللي فعلا اي اداري محتاج حاجه هيلاقيها. بمعنى ان انا لازم يكون عندي شيرنج ميتنج رومز، لازم عرض الكوريدور يكون مناسب لعدد المره، لازم يكون عدد الاسانسيرات ومساحتها مناسب للترافيك اللي هيجي للاداري، وهل احنا محققين عامل التخصص سواء في المنطقه اللي احنا بنشتري فيها او حتى في اللوكيشن ده او في المول كله اداري ولا لا. ده غير ان انا لما اختار اداري لازم اشوف وحده ينفع يتعمل لها ميرج، ما ينفعش تكون وحده وليكن ما بينها وما بين اللي جنبها ضغط يمنع الميرج ده، او ممكن يكون فيها كيرفات تبوظ شكل الوحده او تقسيمتها. غير ان الوحده الاداري لما تكون كورنر افضل بكتير جدا ما تكون واخده اي فيو تاني، غير تفاصيل تانية كتير زي نسبه التحميل، ونشوف هل ينفع ان انا اعمل تويلت جوه الوحده دي ولا لا، وهل الوحده دي فكره ايجارها وشركه الاداره اللي بتقوم على ادارتها اداره المول ده هتاجرها لي ولا لا. فكره الاستشاري وسابقه اعماله، هل هو عمل مولات اداريه متخصصه نجحت قبل كده ولا دي اول مره وانا هكون تجربه من تجاربه. وطبعا اللي هيقدر يفيدك ويطبق اهم القواعد والمعايير اللي توصلنا لمشروع مناسب باستثمار مناسب، لازم يكون مع حضرتك مستشار عقاري محترف. وده دوري مع حضرتك في شركه ARG، ان انا اقدم لك استشاره بخبره على ارض الواقع بعيدا عن المبالغات والكلام التسويقي المكرر، وبناء عن الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين. وده هقدمه لحضرتك انا وكل المستشارين العقاريين المعتمدين من شركه ARG بخدمه مجانيه بنسبه 100%. هننتظر تواصل حضراتكم على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه على الواتساب، وباذن الله توصلوا لاعلى قيمه مقابل سعر. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.